إياكي تكوني فاضية، خليكي على طول مشغولة، خليكي على طول عندك مهام بالورقة والقلم كده. واحد اتنين تلاتة، طول النهار عندي حاجات بعملها. خلص طبيخ أذاكر للولاد، خلص مذاكرة أروق درج، أتخلص من كركبة رف، أخلص كده أقرأ شوية في كتاب، أخلص أعمل عصير، ألعب مع الولاد. اوعي تكوني فاضية، خليكي دايما مشغول 24 ساعة. والله العظيم دي نعمة من ربنا، نعمة كبيرة جدا انك تبقي مشغولة. الناس المشغولة مش بتعمل مشاكل، الناس المشغولة مش بتدور على حد تحقد عليه، الناس المشغولة مش بتروح لحد يأذيها ويسمعها كلام وحش، الناس المشغولة مش بتفكر في المشاعر الوحشة السلبية اللي مرت وفاتت، الناس المشغولة مش بتشيل هم بكرة وتفضل تعيط عليه، الناس المشغولة على طول عندها حاجات حلوة وإيجابية بتعملها. خليكي دايما مشغولة، حطي قايمة بمهام كتير جدا طول اليوم. والله العظيم ما هي ضغوطات ولكنها مسرات، ونعم احنا مش عارفين قيمتها. يومك اللي مش مقضي كل المهام بتاعتك اللي بتبقي عاوزة فيه 24 ساعة فوق ال 24 ساعة، ده نعمة من ربنا. كتابك، قرآنك، ولادك مش مضرين، مهما قضيتي معاهم وقت مش بيتأذي نفسيا. اشتغلي طول النهار والليل وروحي على سريرك هلكانة عشان تروحي في النوم. الناس الفاضية اللي ما عندهاش هوايات وما عندهاش حاجات حلوة تعملها هي الناس اللي بتعمل مشاكل، هي الناس اللي بتأذينا. والله ما أذانا حد مشغول ولا حد ناجح في حياته. خليكي انت ناجحة وشاطرة علشان ما تأذيش حد ولا تأذي نفسك. ولو انت مشغولة طول النهار، عندك ولاد بتجري وراهم، وعندك زوج طلباته مش بتخلص، وبيت على طول متكركب ومتبهدل، قبل ما تنامي كل يوم اسجدي لربنا سجدة حمد وشكر على النعمة، وادعيه ان ربنا يحفظ لك النعمة واستودعيهم في ودائع الرحمن، عشان ربنا يحفظهم لك ويحفظ لك النعمة ان شاء الله. يوم القيامة شريط عمرنا هيعدي قدام عينينا، كل لحظة هتبصي كده قدامك تقولي يا ريتني استغليت اللحظة دي في عبادة ربنا، يا ريتني استغليت اللحظة دي في الأذكار، يا ريتني استغليت اللحظة دي في حفظ قرآني وقراءة وردي، يا ريتني صمت النهاردة، يا ريتني ويا ريتني ويا ريتني. بصي، عاوزة تنجحي في حياتك، تخيلي انك واقفة يوم القيامة بتشوفي شريط حياتك. ايه رأيك؟ عايزة يبقى شكل يومك عامل ازاي؟ والله هيبقى يومك ناجح لو انت تخيلتي التخيل ده وانت واقفة كده يوم القيامة. عايزة تضيعي وقت كتير، تلاقي اليوم كده ضيع فيه وقت كتير انك بتفكري في الحاجات المؤذية وبتفكري في الناس المؤذية وازاي ما ردتش عليهم، وبتفكري ازاي ارد الاذى وازاي اخد حقي. ولا عايزة يومك كده يبقى مليان صلاة وأذكار، مليان حاجات كده منتجة ومثمرة. استثمري يومك قبل ما يضيع منك، حاولي بجد. اليوم بتاعنا ده جوهرة ثمينة قوي،